يا مساء الفل عليكم يا حبايبي. يا رب يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. معانا بقى طاجن كده، بصوا لحمة كده مكعبات، وجنبها كده شوية بطاطس وفلفل وبصل، حاجة كده تحفة. تعالوا نشوف بقى عملنا الحاجات دي ازاي. زي ما انتم شايفين كده مقطعة اللحمة كده مكعبات، حجمها كويس. وجبت حلة مليتها شوية مية، ومعايا بقى بصلاية وقطاية والبهارات بتاعت اللحمة اللي احنا بنحطها في الشوربة. تمام كده. نزلت كده اللحمة بقى بعد اول ما المية غليت. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده، بصوا مقطعاها قطع حلوة. وبكده اسيبها بقى تغلي. وبصوا كانت هنا بقى خلاص كده. عايزه اقول لكم اللحمه كانت تحفه تحفه تحفه، ما خدتش السوا خالص، بجد جميله جدا. هنا كانت خلاص بقى استوت، رحت خدتها. في حاجات سبتها زي ما هي وفي حاجات قطعتها. وهنا بقى رحت ايه مقطعه فلفل الوان ومقطعه بصل ومقطعه بطاطايه كده حلوه. وجبت بقى الطاجن بتاعي وهنزل اللحمه. وبعد كده هنزل بقى البصل والبطاطس والفلفل، كل ده كده في قلب الطاجن بتاعي ده. تمام كده. بدل بقى يعني تغيير بقى، اللي هو انت حاولي ان انت تغيري كل يوم تعملي حاجة في العيد. مش يبقى فتة وبس وكده، لا يبقى اي تغيير تحسي كده بتغيير. تمام. عامة انا بحب الطاجن ده جدا جدا. ومحدش يقولي انت ليه بتحطي بطاطس، عشان انا بعشق البطاطس جدا. بتبقى واخدة طعم كده، التتبيلة بتاعت اللحمة وطعم اللحمة بتبقى، بصوا يا جماعة بجد تحفة بجد. حاجة كده لو جربتوها، بصوا تاكليها كده حاف من غير ولا رز ولا عيش ولا اي حاجه. هنا بقى معايا التوابل بتاعتي، معايا ماجي، معايا فلفل اسود، معايا بهارات لحمه. معايا التوابل اللي انتوا عارفينها. وهنا هنزل بصويا صوص. وبعد كده هو بينزل ببطء كده يا جماعه، عشان انا ببقى شايلاه في التلاجة، فعشان كده بيبقى هو تقيل اصلا، بس انا بيبقى معايا تقيل اكتر بسبب ان انا بحطه في التلاجة يعني. خلاص كده. هنا بقى معايا بقى الشوربه اللي انا عملتها. هسقي بيها ايه بقى؟ هسقي بيها الطاجن دوت، احطها كلها كده في الطاجن. عشان برضو ميبقاش مش حاطه ميه، لا يبقى انا حاطه الشوربه. تدي بقى طعم لكله بقى. خلاص كده. هقلبها بقى كويس جدا بالتوابل اللي انا حطيتها. زي ما انتوا شايفين كده، افضل بقى اقلب كويس. وهولع بقى ايه، هولع على الفرن كده. واحطها من تحت. تمام. مش هتاخد معاكي تلت ساعة، بالكتير قوي نص ساعة، وهتلاقي الحاجات دي كلها بقت، بصوا تحفة تحفة تحفة. بتاكلي كده الطاجن تعمليه، بصي في اي حاجة، في عزومة، في غدوة، في اي حاجة، يبقى حلو قوي قوي معاكي. تمام كده. وبعد ما اخلص بقى خالص، هروح اجيب بقى كده معلقة سمنة واحطها كده من على الوش. بس كده. خفيف جدا ومش تقيل ولا فيه اي دهون ولا الكلام ده كله. تحفة تحفة تحفة. هنا بقى معايا بقى ايه، طبق سلطة كده اكنك بتاكليها. شفتوا يا جماعة لما بنروح المحلات ونقعد ناكل السلطة بتاعت المحلات، بتبقى طعمها كده غريب، غير اللي احنا بنعملها خالص. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نعملها. احنا هنا بنجيب الخيار، بنقسمه نصين وبنقطعه زي ما انتوا شايفين، والبصل نفس الكلام، والقوطة كلها كده حلقات كده وترانشات زي ما انت عايزة. تمام كده. ليه بنقطعها كده؟ عشان هما بيقطعوها بالمنظر ده. خلاص. بعد ما هقطع بقى الحاجات ديت، هقول لكم بقى على السر اللي بيخلي السلطة بتروح في حتة تانية خالص، زي بتاعة المحلات بالظبط. بكلمك بأمانة يعني. خلاص. بعد ما هقطعها كلها كده، هعمل بقى ايه. هجيب توم. توم عندك انت بقى عاملاه في فلفل او توم بس كده، هتحطي نص معلقة كده. ماشي.
وهتحطي بهارات، ماشي، وهتحطي فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره، خلاص، شويه ملح، شويه خل. الحاجات دي كلها يا جماعه، والله والله هتاكلي حبه سلطه وشويه بقى ميه ساقعه كده. بصي، تحفه. هتشربي الميه قبل ما تاكلي اصلا الخضره، فحاجه كده جامده جدا. جربوها هتلاقوا بتفرق جدا. التوم هو اللي ودى السلطه في حته تانية، وفي نفس الوقت كمان شويه البهارات اللي احنا حطيناهم هم اللي عملوا برضو التكه دي. هنا كان الطاجن معايا خلاص جاهز وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. عملت بقى جنبه شويه شويه رز ابيض كده زي العسل. شايفين مفلفل ازاي وجميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسونيش بقى